عملت لكم احلى ليمون مخلل. بصوا شكلي ولا جمالي. يلا لكم هنعمله ازاي مع بعض. السلام عليكم. النهارده هنعمل معاكم احلى ليمون مخلل. طبعا هنحضر للشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل عليه ايام بسيطه. الليمون المخلل طبعا اساس كل افطار في رمضان. انا جبت هنا معايا 2 كيلو ونص من الليمون، وجبت معايا فلفل حامي وبارد، وجبت 4 فصوص توم، وجبت معايا 4 جزرات هبشرهم، وجبت معايا عصفر، وجبت معايا حبة البركة. ده كل اللي هنستخدمه ان شاء الله في الليمون بتاعنا النهارده. بس قبل ما نبدأ لازم تصلوا على النبي، تنزلوا اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسونيش في اللايكات، وعايزة الكومنتات كمان تكون احلى. ده كل اللي هنبدأ بيه النهارده، وهنبدأ مخلل معاكم النهارده بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقة هتعجبكم ان شاء الله. هنبدأ خلاص كده كل يوم هنخلل بقى حاجة رمضان، وهنخزن حاجة رمضان، عشان انتوا عارفين طبعا ان شهر رمضان محتاج حاجات كتير، فطار وسحور. قلت هخلل معاكم بقى الليمون، ونبدأ بقى من بكرة نخزن كمان حاجات اكتر، وهنخلل باقي المخللات ان شاء الله. يلا حطيت مية على النار تغلي كده. المية بعد ما غلت معايا هنزل بكل الليمون. انا هنا فتحت الليمون فتحة صغيرة قوي. بعد ما المية غلت نزلت معايا بكل الليمون. هسيبهم يغلوا بقى كده 5 دقايق على النار. بصوا كده بعد ما غلوا 5 دقايق على النار فتحوا شوية. انا فتحت فتحة بسيطة، ما انت لو ما فتحتوش فتحة بسيطة هتلاقيه ممكن هو اتفتح منك في الحلة. جبتلكوا برضو كام واحدة هفتحها معاكم مفتحتهاش، هوريك انا افتحهم ازاي. هطلع كده كل الليمون اللي معايا واسيبه يبرد كويس. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه كمان. هنا انا جبت معايا المبشرة، هبشر الجزر زي ما انا قلت لكم الاول. معايا جزر هبشره. الجزر اختياري مش اجباري، لو ما عندكيش برضو تمام. هنبشر كده كل الجزر اللي معانا. بس انا بصراحه بحب برضه احشي مع العصفر حبه البركه في الليمون كده. بعد الليمون ما برد معايا وبشرت كل الجزر، قلت لكم انا فاتحه فتحه صغيره. هربع بقى الفتحه، هنعمله كده زي علامه زائد عشان يبقى شكله حلو قوي في الليمون لما تطلعيه، وشكله حلو كمان في التخليل. زي ما قلت لكم سايبالكم كام واحده برضه هوريها لكم للناس اللي ما شافتنيش في الاول، عشان انا في الاول فتحت فتحه صغيره. هربع بقى الفتحه، انا كنت فاتحه نص بس، هنعملها بقى علامه زائد. افتح بقى كده كل الليمون واخلص واوريهولكوا كده. بعد ما فتحت الليمون كله، فتحته على 4. ده شكل الليمون كده كله. الليمون معاكي لما غليناه 5 دقايق على النار مش هياخد معاكي وقت خالص، ممكن 3 ايام 5 بالكتير وهتاكلي منه احلى ليمون. هنا انا جبت معايا طبق، نزلت بالعصفر اللي معايا، ونزلت كمان بحبة البركة، وهنزل كمان عليهم بمعلقة ملح. احنا بنعمله كده على طول. هقلبهم كده كويس قوي عشان كلهم يدخلوا في بعض. خلاص كده بعد ما قلبناهم كويس قوي كده، خلاص بعد ما قلبناهم والجزر كمان بشرناه. انا زي ما قلت لكم انا بحب ابشره بالمبشره. ده كل اللي هنستخدمه مع الليمون. هجيب بقى الليمون وهبدأ احشيه. هنجيب طبق كمان نحط فيه كل الحشوة. هبدأ احشيه كده واحط كمان مع جزر. على فكرة بيبقى طعم حلو جدا، جربوه بحشو الجزر كمان هيبقى شكله طعم كمان. عشان هنا انا بحب اخلي كل حاجة لوحديها، وهبقى ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني مخللات مشكلة.
بصوا كده هحشيه كله. هوريكم الاول كام واحده وبعد كده هحشيه كله معاكم. في ناس برضو بتحب تحط الليمون من غير ما تسلقه خالص او تديه كام غلوه على النار، بس كده الطريقه احلى وبينزل كل المرار. بصوا كده انا حشيت كل الليمون، شكله حلو قوي على كده من غير ما يتخلل. ما بالك بقى لما نخليه يبقى احلى واحلى كمان. كده خللت معايا كل الكميه. انا هنا قلت لكم معايا 2 كيلو ونص من كميه الليمون. هنا انا عقمت معايا البرطمانات، سبتها تغلي في ميه 10 دقايق. لازم نعقم البرطمانات عشان ما تساعدش معاكي ان الليمون يبوظ منك. هنزل كده بكميه الليمون. لو حابه تحطين في برطمان واحد كبير ماشي، لو مش حابه عندك برطمانين برضو زي ما انا احط كده تمام برضو شغال. احط كام واحده من الفلفل في النص. يا ريت يا جماعه نحط الفلفل في النص عشان الفلفل بيعلى على سطح البرطمان، فاحنا لازم نحطه في النص. احط كده كام واحده من الليمون. بعد كده مليت نص الليمون هنزل شويه بالجزر المبشور، هيدي شكل حلو قوي، والجزر فيه مسكر شويه برضه هيبقى طعم الليمون حلو كمان وشكل كمان احلى. هكمل كده بقى كميه الليمون. زي ما قلت لكم الفلفل لازم نحطه من تحت، مش هينفع نحطه على وش البرطمان عشان الفلفل من الحاجات الخفيفه تطلع بسرعه على الوش. انا هنا مش هامله البرطمانات قوي زي ما انتوا شايفين كده. هسيب منها حته ناقصه. هجيب معايا التوم اللي انا قطعته كام حته كده، بحب احطهم بيعملوا ريحه حلوه جدا لليمون والطعم كمان. كده عبيت اول برطمان، هجيب التاني برضو هعبيه. البرطمان ده بيشيل كيلو بس. هنعبي كده البرطمان التاني زي ما عبينا الاولاني. زي ما قلت لكم الفلفل لازم نحطه في النص، مش هنحطه على الوش. انا هنا مستخدمه فلفل حامي عشان مش هحط شطه كتير، فهو يساعد معايا، هيخلي برضو طعم الليمون حلو شويه حراق شويه، احنا بنحبه سبايسي. بصوا هنا انا جبت بقى نص كيلو من الليمون، هقطعه كده زي ما انتوا شايفين. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. اللي حابب برضو اللي يحط ليمون اكتر، حاجه اختياري مش اجباري، حاجه ترجع له هو. هقطع كده كل كميه الليمون، هعصرها كمان معاكم. هتقولوا لي ليه انا هنا بعصر ليمون؟ بصوا بقى قشر الليمون انا مش هرميه، لا بالعكس هحطه في البرطمانات. في نص الليمون هيتخلل برضو كمان. ده كده نص كيلو الليمون، طلع لي دي كل كميه الليمون. هنزل بقى كله هنا في طبق باقي الليمون. هنكمل لسه باقي البرطمانات عشان ما تقولوش بس هي برطمانتك ناقصه ازاي وانت حطيت الليمون على الوش. لسه هنكملها. هقول لكم بس هنعمل حاجه مع بعض. ركنا كده الليمون على جنب، جبنا البوله اللي احنا عملنا فيها الليمون. جبت هنا انا كان معايا غليت ميه وسبتها تبرد معايا عشان اخلل بيها. انا هنا مش هخلل بميه الليمون عشان انا بحب الليمون بيبقى طعمه خفيف، وميه الليمون كمان اللي انا عصرته معاكم هيديكي طعم وريحه احلى كمان. هنا انا جبت الملح، انا هحط معلقتين ونص. انا قلت لكم هنا مستخدمه 2 كيلو ونص ليمون على كل كيلو معلقه ملح. متنسوش برضو اللي انا حطيت معلقه كبيره في الاول مع حبه البركه والعصفر، وانا هنا مش عايزاه مالح قوي. هقلبهم كده لحد ما يدوبوا. انا هنا زي ما قلت لكم انا ما بحبش استخدم ميه التخليل بتاعه الليمون، لا هستخدم ميه مغليه عاديه
ده الليمون اللي انا عصرته، هنزل كمان بيه هيديكي طعم حلو قوي، وهيتقلك كمان مية الليمون بتاعت التخليل. وهنا جبت نص معلقة شطة، اختياري برضو مش اجباري، للي حابب الشطة يزودها. متنسوش برضو اللي انا حطيت معايا فلفل وقطعته نصين، برضو هيديني برضو نسبة حرقان شوية، وهيطعملي كمان الليمون. هبدأ بقى عاملة، انت هنا تقوليلي انت ما مليتيش ليه باقي البرطمان. لا انا هنا هنزل الاول بكام شوية مية ليمون، وبعد كده هكمل البرطمانات، هوريكم كمان شكله. هجيب بقى وهملى البرطمانات زي ما انا قلتلكوا كده. انا معايا هنا الكمية كتير شوية، انا جايبة 2 كيلو ونص، وقلتلكوا البرطمان ده بياخد كيلو بس. عاملة كده باقي البرطمانات زي ما انا قلتلكوا، بس لازم الليمون اللي احنا عصرناه في النص الاخضر لازم نحطه في النص عشان يستوي كويس قوي، مش هينفع طبعا نحطه على الوش. هكمل بقى هنا معايا مية الليمون، الجزر هيدي معايا لون حلو قوي، وشكل كمان اهم حاجة الشكل، عشان انتوا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق. كده بعمل مليته كله، ده نص الكيلو اللي زاد معايا الليمون. انا قلتلكوا هنا البرطمانات بتاخدش معايا غير كيلو بس، حطهم في علبة عادية. بس كده قلت هوريكم شكل الليمون، عشان انا للاسف ما عنديش ليمون في التلاجة، خلصت قبل كده وريتلكوا في فيديوهات كنت مخليلها ازاي. كده ياخدش معاكي يومين 3 وهتاكلي احلى ليمون كمان. هنا الغليان اللي احنا بنغليه الليمون بيساعد كمان ان الليمون يستوي بسرعة، والمرار كل اللي في الليمون بيطلع في المية بتاعته. كده خلصنا الليمون. يا رب الفيديو يكون عجبكم وشكله كمان يكون عجبكم. بعد كم يوم ان شاء الله في فيديوهات تانية هوريهولكم لما يستوي، ولونه كمان الجميل قوي، والجزر كمان عامل له لون وشكل حلو قوي، وده كمان شكله. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه كتير. قولوا لي حابين اعمل لكم ايه كمان، وهنبدا بقى نخلل معاكم للشهر الكريم. بدأنا معاك اول حاجه نخلل معاكم الليمون، وقبل كده كنا مخللين معاكم لفت في القناه. انزلوا برضه شوفوا بقى، شوفوا الطريقه، ان شاء الله الطريقه تبقى سهله وبسيطه وهتعجبكم. وبس كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم. عايزه بقى اشتراك حلو، وعايزه لايكات احلى، وعايزه كومنت منكم حلو زيكم. وكده خلصنا بقى معاكم الليمون المخلل بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. واشوفكم تاني في فيديوهات تانية جديده.